الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم الإخوة الأفاضل حول بداية الاستعداد لحرب أو لغزوة أحد. غزوة كبيرة ومصائب كبيرة، ولكن اليوم سنتكلم حول بداية الاستعدادات وما أدى إلى ذلك، لماذا القريش اضطروا أن يقوموا بهذا العمل. أمير بحثا دسبيك ياجي حاضر بونا سبب كو شر أحد دركت. شر أحد شركي مازنها بلو مصيبتها كفر مازنها، ولكن كما احتياج هبو كو قريش أو قصا بميراني بقوتك زيده الله الله تريد بيجن بهبون وتنبون خداي كي غوغره صافي بكم ويجاره، يعني سببي أمي بحثا يمكن إن شاء الله اوان سببا يجمن دسبيك جبون الشر مازن احدي، وان سببا دسبيك وينه، يعني من بحث يمكن ان شاء الله. بداية قبل ان ننتقل الى غزوة احد، مشركو مكة بعدما اصابهم في البدر ما اصابهم كانوا قلقين وكانوا يحبوا ان ينتقموا من المسلمين، ولكن ما حصل بان يعني ما اجبرهم على الاسراع بانهم قد راوا احد الطرق التجارة انسد امامهم، فبحثوا عن طريق آخر. قالوا إذا لم نتاجر انتهينا. قريش أو مكة كانت شهر أو بلد يقوم على التجارة، رأوا أحد الطرق مسدود، المسلمين مسكوها، فبحثوا عن طريق آخر حتى يجدوا لأنفسهم حل متاعا. قالوا وإلا سنموت من الجوع. بحثوا فرأوا رجلا، أحد الرجال كان يعرف الطرق، قال أدلكم على طريق تبتعدون فيه عن المسلمين وتذهبون إلى التجارة، فدلهم على طريق من ناحية العراق، طريق طويل. قالوا خل يكن طويل ولكن أقل شيء آمن. ما حصل، أحد المشركين كان له صديق مسلم، ولكن هذا المسلم الظاهر كان إسلامه مخفي، كانوا جالسين يشربون الخمر والخمر لم يكن محرما، فهذا المشرك بعدما شرب الخمر وأصبح سكرانا بدأ يطلع أو يفشي الأسرار، سر هذا الطريق وكيف سيذهبون، يعطي جميع المعلومات لهذا المسلم، هو سكران. فالمسلم بعدما سمع أتى إلى النبي وأعطاه الخبر مباشرة. المشرك لا يدري ماذا قال. فالمسلم حينما أعطى الخبر، الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بقيادة زيد بن الحارثة وأرسلهم إلى طريقهم. فحينما أتى المشركون وكانوا يتوقعون بأن المسلمين لا يعلمون، رأوا بأن المسلمين أمامهم فهاجموا عليهم، هربوا كلهم، ومنهم قائدهم صفوان بن أمية بن الخلف الذي كان مسؤول عن القافلة. تركوا خلفهم كل ما يملكون. الذي كان يدل القافلة فهو فقط دخل أسيرا في يد المسلمين، والمسلمون استولوا على جميع هذا الأموال. فمشركو مكة جنوا، قالوا فقدنا كثيرا في بدر، والآن فقدنا كل أموالنا، فنحتاج إلى أن نقوم بحرب كبير على المسلمين. هذا كان أحد الأسباب الذي دفعهم إلى أن يستعدوا بشكل قوي ويهاجموا على المدينة. سبب دسبيك هاني مجورة تيتان ربنا مقو حرب بدري شيبو. إجا حرب بدري رياكو كافرة رياكو مشركة مكة تدا چون تجارته، أو ريا مسلمانا قرت ملت مكة باجارة كي تجارية، زرعته يتنا نوكو نسكو غنم يتنا، يعني ما حسيب يجتنا نا تجارتها تشاتينا عربتين حاجات فروشوان تجارتها وساكنو. قوب خاده بسلمان ريك المقرت ام قرأ چهاره كي بدين ام مرنج برچنا يدي ام تجارته نكن مال ما يكو هيشت خده ام قرأ تجارته كي بكن. ور حاصل جوانا قوتن والله فلان كس انسانه كي عاقله زانه ري چوله زانه متكو داري كادي بدين اوي جوانا قو از ري كادي جوارا بدين ريكي وها اكت مدينة او هم بيجن دفردا ابرا شامه ابرا مكة اواتيني ايقو تشواب كي ابيا مسلمانا قرد وريكا دي هي تدفردا او بصغري بري فرا دوره، ولكن هاي مسلمانا جيتنا اتي ريكا دور دا دالي عراقي دا وبينم قرار قصادان مال يخطوب كرن حيوان يخطوب كرن قو هاي مسلمانا جيتنا ريكا دور مسلمان فعم لكن فردا ريكا دور دالي عراقي دا يورن تشتيك چيبو او گوداري بكن فردا تشتكي پر مهم جمارة هيا. يك جوان كافر هاني ملت مكة وحبكي مسلمان كو فانا نزان مسلمانه هوالي هبن بهبرا رودن عراقي فتخون
وی وقتی عراق حرام نبیه هجا خود شربه خمره حرام نکریه پشتی کو ام کردید بن سرخوش هشه وانشه سکران دبن سرخوش دبن اوی کافر ادی دوی ودوج حوالی خوی مسلمان را دبیجه او تجارت که واقعی هم تکن مقافله که حاضر کریه امید وی ریا هانی دا واقعی هرن خبر مسلمان را جیتنه والله هر تشتی دبیجه تفکی سریخ گو اوی مسلمان هیدی کارات و بازه چه جب پیغمبر عجلت گیجه که چه گیجه پیغمبر دو یا رسول خدا والله خبر که واقعی نو خبر کشترا آنیه انا مسلمان دگو گربا ما ام گرب تشتی پیغمبر را بیجن افانا نهاری منم حتی متیم دستیوتین قرکوان پیغمبر جی هنک صحابیه حاضر کرد اوگو هر فلان جی پیشی آم سکنن هاتن لوا الپیشی آوان سکنن وانا کاتن تماشا کرد مسلمان و الپیشی آوان ملت مکه جی جماره که هندک عسکر اخوانینه شخون دگو مسلمان های واجهتین هم دفرداتین کس که نزانه او نزانه که پیغمبر پی حسیه هاتی پیشی آوان پیشتی که پیشی آوان سکنن مال وان تف جوان ساندن وانا ارچی که ظلامش مکیاتنا تف راویان خلاص بون یک بتنی رهبر وان کت دست مسلمان اسیر و کیدی تفچون مالکی پرج آنی بونانه قال لك حيوان و مال و ملك آنینه اوی مال آنیج مسلمان تف غنیمت شخرا آنی دفردا تشتي كو ام فعم بكن خصوصا طبعا هيك تشتنش هر كسيرة حرام مثلا خمر عرق بخورن هر كسيرة حرامه فقط ظلام هنا جوانا دجارة حرامه ايجا مزنه دولتا مزنه خد ابي كنتشت دولته دستي وده هنا زانبون معلومات سر دولته دجارة جوانا حرامه ايجا جارك يجبون خودي حرام که جارك يجبون سر دولتش ده بيان در نيني گره آگهدار خوبن نه قمار مالا مرفا خراد که سر انسان دولت مزنه دولت یا جی ظلام دولت گاوا کب قمار بلیزن عراق وخون اسرار و اروین وزانش نوانه هشته مرفا دبن بخبتین سر وان چم کی دی حواله وان چه دبن هشته وان سر وان چه دو وان ود بکلیتا دو وان سست بک سست بو توکی سر دولت بیجن و بی شکل مال دولت خراد بک گلک انسان هنه بوی شکل هانه ملت کرنه دحفکا خو یعنی قیزه کی تشینه خوشک بیاکرات که خو فوترافی دکشینن به هفرا رودن عراق کی واد خم شکل کی دکن سر دولت تبت که و دسته وان دبه بنه فوترافی دمره هیا تخوازی ام ترازیل بکن تزانی اولاد بیا نخوازم رازیل ات رازیل نبی تجمره بیجی و چه کریه تهر تجمره بینی حساب کن ملت مکه باجاره کی قدر وان دست شخص کی دا بی شخصی هات خرا کرن یعنی پلان و پروژه وان او قصا زحمت دیتن مال اختوب کرن یکی جوان عراق و خورد دگل حواله کی خوی مسلمان دوی و بو هر تشتی جوان را گو اوی مسلمان مج ماشاءالله در حلق گند پیغمبر گو خبر کا پر خوش مشترانه مزگینی کا من هي پیغمبر صلی الله علیه و سلم مازنه دولته نکاره بیجا تشتک نابود نه فرصت تدبیره ته فرصت گره بر ندی ور حاصل به وی شکل یعنی مسلمان اوی مال مکیش دست وانسان فرداش در با کمازن وان کت یعنی عراق بخورن سرخوشی تشتي برتا اللي كان شخون خدي حرام كريه وجهين كي انسان را دجاره حرام يعني قال ظهر من السر وان دبي وان درنكبه طبعا بعد ما حصل من هذه السريه نحن نسميه سريه واخذوا اموال المشركين المشركون في مكه بداوا يستعدون وكان لديهم اسباب مقبوله في رايهم هناك سبب ديني هم صاحب فكره الشرك الأصنام يحاربون الإسلام هذا يكفيهم أن يكونوا أعداء للإسلام هذا أحد الأسباب الذي دفعهم بأن يستعدوا للهجوم على المدينة المنورة ويقضوا على المسلمين هذا أحد الأسباب سبب ديني لهم فكرة يحبوا أن يدافعوا عن فكرتهم بشتوك في هذا سري مكي ملت مكي چار حب سبب وان هبون جبونه كشار بكن سبب نورمال يعني قرن نرويجيا بيجن یک جوان سبب دینی بو باوری وان نیارتی اب خدا راه کافر نیارتی اب خدا رات کن دنیر و مسلمان امام خدا آنینه اوی امام خدا آنینه بسر بکن وان آنه ضعیف دبن جبون دین خوگ و امگرب ایرش مسلمان ابکن لما خدا عز وجل آیت اکید بیجه دبی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اوی کافر مال خود صرف کن جبون ریا خدا بگرن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة دبي مال خو بدن داویج پشتمانی جوانراته پشتمانی چه وقت دیل تشکی ناکه به دسته يعني
تمال بلاد كي تزرار ديني. سبب اول كافر سبب كيوان ديني بو كرديت بيجن اولي يعني جبون دين اخو ايمان اخو قوتن دين مال هم بر دين مسلمانه ام قرب سر بكبن ابيا سبب يكون هيرتن جار بجار دين وضعيف بقيمته ونامنه وابيا يك قال ام قبول لكم. سبب ثاني هو السبب الاجتماعي يعني كان سبب اخر. فبعدما اصابهم في البدر اصبحوا يستحون من اولادهم ونسائهم لا يستطيعوا ان يتكلم معهم كلهم يراهم يقول جبناء خايفين المسلمون قتلوا منكم 70 واحد أخذوا أموال قطعوا جميع الطرق فلم يكن بإمكانهم أن يتكلموا مع نسائهم. كثير من المرات النساء كانوا يقولن لهن إما أن تنتقموا وإما أن نهاجركم فأنتم لستم رجال نحن سنتولى أمر الدفاع. فهذا كان عارا عليهم سبب اجتماعي بين أهل مكة فأجبرهم هذا السبب كذلك أن يستعدوا حتى يعيدوا كرامتهم داخل بلدهم. سبب دوه سبب کی ام کردی خود بین جواتی عائلی ناوا باجار خدا هدی رزیل ببود ناوا مکه دا طب نکارو مجنه خورا خبردن جنه واجوان ادگو ما ظلام قی مسلمان اقواسا جوا کشت مال و جوا سان اوانی سره و ای بچبکن ونكون نچن شر نکن و نظلامن وقالوا ميرا تشكيش بيلوانا كن دما كجنه کی ظلام خورا بجت نظلام يو كمرنه يا پر زحمته يعني پر زحمته انسان بمره چتره کجنا ویجرا به مقایت ظلامی دیجا وانا جنوان جی حقی وان هبو بیتشته بیجن لورا مثلا جن ابو سفیان باو هاتیه کشتن برا هاتیه کشتن مامی هاتیه کشتن لو سی حبج عائله جن کی هاتنا کشتن حقلیه ابو سفیان بجا ابو سفیان قطوانه کی تنظلامي يعني حقلیه راسته يعني ابي كبري هاتنا كشتن هنا دحب سي حب زاروكي هاتنا كشتن الشارع بدري لا جيبو غير حاصل كلام دمكه دا قيمته وان بابو فتي تكرم جنه اخرى خبردن هدي زاروكي وان جنه وان خدمتكار وان دقوت نير بتشكيج مارا بيجن كي خبرته تقول ما هو ظلام وش مره ظلام ده هو مسلمان او قصا ظلام جوا كش هر مو انا شربكن رزيل ببون فقير دي قيمته وان بابو اوجي سبب كده دويا. وكان هناك سبب آخر سبب سياسي. سياسة هو ليس داخل مكة فقط. فبعدما أصابهم ما أصابهم في بدر أصبح مكانتهم يقل بين القبائل العربية فيحتاج إلى أن يعملوا شيء حتى يعود إليهم كرامتهم وهيبتهم. قبائل العربية كانوا يحترمون قريش مكة وكذلك ربما أسباب أخرى ولكن بعدما أصابهم ما أصابهم كلهم أصبحوا يتطاولون عليهم خافوا إذا لم يقوموا بعمل كبير أن يتطاول عليهم كل قبيلة ما هب ودب كما يقال باللغة العربية كل من يفتي يضرب واحد على رأسهم فاضطروا أن يقوموا بعمل يسكت به المسلمين وكذلك يسكت به سائر القبائل العربية. هذا كذلك أحد الأسباب. سببك ديني سببك سياسي جانا دولة ما هنا دولة تشتكي چه دبه والله هيك از ايريشي في دولته هاني نكم كان حباجوان نكشم هر کس درجه ممكن عادته يعني مثلا تدي دولات حدود وان هنا قبا كو يكبر كبا نابا حدودته كنت دسخ نديه كي طيراوي با افج عسكري بن ملتي با قبا كو هات بيشاي نغري دبه قيمتهم نمايدي اما كي هراوره بيجا وانا نت ظلامن هدي هر کس شته عسكرته ملت وانته قاچاق وانته مجبور گره تشتكي بكنج بون شرف اخو بكن دسته خو مکه جی تماشا کرد گو والله اید بدره دا مالا مخرابو و ایدی قبیله عربا جی هر کس سر بلند کن و دل وان لیه که هر کسی دست یخل ما بلند که یعنی بکردی دست یخل بلند کرن اوه نزل تاخم ها اوه معنوی تماشا کرم گو بخواده زحمته ایدی اما هر کس دست یخل ما بلند که قیمتا ما نامینه گره هم تشتاکی بکن جاره کادی ترسامه تیکه و دل ملته قیمتا وان نبا بوجبان قبیله شونا مکه وان چوله هانه وانا عربا هنكي حرمتها وان بقن قبيله وان وقرم صدر بك المدينه خل محمد خل الصحابيه خل المسلمان خل جارك هذه كاس كيوا شعب يقول ما بلنك هر تمر دس ما سرسر وان ضبه افياجي سببك يبوك مجبور بكن يعني لكن قيمتها وانما شاو قال لك دولات وان تشتيانت كن درجبان قيمتها بمينه يعني ناوا خودش ملت خود دوجن درو جيران خودش دوجن به هك اسمانش مبترسه افياجي سببك يدنيبو. وكان هناك سبب اقتصادي. سبب الاقتصاد كما قلنا سكروا أمامهم أحد الطرق المعروفة للتجارة من مكة إلى الشام فقالوا إذا لم نقضي على المسلمين
ونضعف شوكتهم ونجعلهم ضعفاء لا نزيلهم من طريقنا، خلاص سنموت من الجوع. خلاص مكة بلد كان الاقتصاد يقوم فيها على التجارة من الشام ومن اليمن رحلة الشتاء والصيف، هذا هو. فإذا المسلمون يسكروا الطريق أمامهم سيموتوا من الجوع، فقالوا نحتاج أن نقوم بعمل حتى لا نموت. كذلك كان أحد الأسباب المهمة دفعهم إلى الاستعداد للهجوم على المسلمين. سببك دني سببك اكونومي بو اكونومي بكردي زاني چنه آبوری يعني اقتصاد اكونومي يعني ملت مكه تماشا کرن ریکی هات گرتن افريادن جوا هات گرتن او كنت قوت مسلمان زان اوجي چوش دستيوان دورا واجي هاتيا گرتن ادنا انت نبوكنج برچينا بمرن والله هماش برچينا بمشار بكن يعني جبونا مش برچينا نمرن مشار كي بكن مجبور في شكل يعني چار حب سبب وانگیشتن هب جبونه کو جامعه را دست یقبلن کن و ایرش مسلمان بکن چارتنه يعني جبونه مال خو جبونه شرف اك زارو کی ما را نبینه ور حاصل جبونه قبیله دور خود کارم شرف قبلن کن به وان سبب هانه ملت مکه خو آماده کر گو ام گره دست بشار بکن و کیدی چارمتنه ام تكفن ابدا سوبيا. طيب الاستعداد كيف كانت؟ كيف كانوا يستعدون؟ اولا احد الاستعدادات المال التي كان مع أبو سفيان في غزوة بدر، القافلة التي أتى بهم بالمصائب، فجمعوا جميع أموالها في مكان لم يوزعوها بين الناس، قالوا ندخر هذا المال، وتكلموا مع أصحابهم كلهم قالوا نجعل الربح لحربكم على المسلمين. فهذا كان أحد عناصر الاستعداد، المال الذي أتى به أبو سفيان لم يوزعوا هذا المال وتكلموا مع أصحاب الأموال، فكلهم قالوا ما عدا رأس المال الربح كلها لكم جهزوا بها الجيش. هذا أحد العناصر، يعني المال مال مهم جدا. فنحن حينما نقول المال قد يظن الناس بأننا نعبد المال، لا تعبد المال، ولكن المال ينفعك كثيرا. لو كان أهل غزة أهل فلسطين عندهم مال كثير لأتى إليه معظم الدول العالم وقالوا أخي تفضل ماذا تريدون نعينكم، ولكن فقراء ما في طعام ما في فلوس. أبناء عمومتنا عندهم أموال فكلهم يذهبون إليهم يستردونهم، عندهم أموال شركات كبيرة، من يخاف أو من يستطيع أن يعترض عليهم يقول كيف أنت تعترض علينا فلوس ما في، حصار اقتصادي. يقول لا يا أخي كما يقول في بختك يعني دخيلك يا أخي لا تعمل هكذا، المال مهما. فقريش استعملوا هذا المال حتى ينفقوا ويجمعوا ويشتروا ليهاجموا على المسلمين. هذا أحد عناصر الاستعداد. پشتی وها چه بو کافر آماده خکر شر ایجا چند تشتاق حاضر کن. یک پره کیجا پره بو او قافله ابو سفیان کچو هاتو مسلمان جبانی شر کرو هفته حب کافر مرن او مال هانه پشتی که هات مکی وی مال بلا نکرن گو براویال ورا بمینه جب ملت را خبر دان گو اوی مال هانه مال مخرابیه، باوی ما هات کشتن، دیا ما هات کشتن، بره ما هات کشتن، انوی پره نخوازم بدن. ملت مکه جامیر بون یعنی قبول کرن گولا راست اف قافله هانه مال مخرا کر هفته حب انسان جمع کشت حاشا شرف هم نما اما وی مال هانه بلاناک وی مال تفهیشتن جی کدا و اما وی مال هانه جبون شر مسلمان بخبتینن ملت گوت ام حاضرن پرج پرم هیمه بیاش بیروانه کن ها تفقیرین کاری شر بکی یعنی پره ایرو پره مسلمان هبونه یجی پره مسلمان دست مسلمان با عقل دابونه مسلمان خودی ایمان اصابش پره مسلمان پرن پره میاد دست منافقا دانه ظالما دانه در انسان به ایمان دانه وی شکل یعنی مال مخربی اگر پره مهبونه پره کی می باش گلک توش ندهاتن سری ما یعنی گلک توش ندهاتن سری ما بیامش بیروانه کن ایرو دنیا پره تهبت سلحات دستینی پره تهبت ملت دستینی پره تهبت حاکمات کاری حاکم قرار جبانه تده تا پره کی باش دایی که اوانه جوی پره آنه جبانه وی حاضر کرن بیروان نکن یعنی پره رولکا پر مازند حیات انسان داد لیدد وی دنیا آنه دا پره گلک تشتاد که یعنی پره کلیلا گلک درگاه های اویش بیروان نکن ایرو اگر کو ملت ما پره کی باش دست وانده هبونه پره ما گلکن ولیکن بشکل کی دست هنداد بیانه ایرو حال مجنه اف حال هانه بو امدها بلن بونا خندای ما زانای ما بعقل ما تکنولوژیا ما گلک تشتی ما یابونه ولكن پره ما وقتی هم داد و خدا چند وین زانن یعنی
بكردي بين تورك وزانه چنه ترکیه مقوله یعنی ترکیه ما پرش قد که تورک قله پره تدا نامینه جیبا مقوله بری که ما دا پره نامینه لو ممنوع کارن تشتکی بکن اوانا وی تشتیانه پره کی خوب پره کن کن گویا پره اف پره گم تکارن پیسیل حبستینه پیتشتا بستینه جبان ایریش مسلمان بکن پره وان تمام بو ابد دویا الامر الثاني مشرك مكة استعانوا بكل من يستطيع أن يستعينوا بهم على المسلمين من أصدقائهم وأحبابهم وحلفائهم ومن يعرفون من القبائل وكذلك الذي يبيع نفسه بالمال الأحباش كما نسميه وكان وحشي أحدهم فهؤلاء وبعض قطاع الطرق كما نستطيع أن نقول كثير منهم جاهزين من يدفع المال يحارب كما هو اليوم موجود هناك جنود بالمال الذي يدفع يذهبون ويحاربون من أجلهم شرقا وغربا جنود بالفلوس مؤجرين فهؤلاء كذلك استعانوا بهم ببعض القبائل وببعض من له مصالح قالوا كذلك تعالوا أعينونا هذا أمر الثاني أبدا دويا آليكاريش دوستو برادر وهوالو وخفروش ياخد فروشن چوا ایرو هنی که هنک چک دارم زیل حیوانه به پرا کارت کن یعنی شرکت او کنه یعنی اوی عسکری به پرام جرات بشن او گروه مرتزقه آفرین مالت آوا او واغنر روس البرچعب ودای ها او کابره یعنی اوی کل هرجی شر کرن یعنی و داوی سروکی جی کشتن یعنی چونکی تو هری پرام ملت بکش یکش تجمونه پرا دکشه پرچه کرن طیاره یاد خواره ور حاصله کلام هم هيك قبيله وهناكي انسان كشبونه برا مثلا وحشي ابي كوكولاكي بوج وحج اكبر حبش وانا احباش قوتن يعني مازني جرا قلت فلان كاس بوج استوازات كمان جبونه برا وانت يعني كر وكيدي تشتب تدرد كلك يتنابو اوانا جي ملت ما كي وانجب دقال خوانين تتشتدنج كرن وامر اخر ولا تنسوا هذا الامر الاستعانه بالشعراء العرب الشعر كان عندهم مهم جدا قد يأتي الرجل ويلقي عليك أشعارا فيها حماسة فتقوم من أجل شعر تقتل واحدا فيها شدة الحماس فقريش استعانوا ببعضهم قالوا ندفع لكم حتى أحد الشعراء كان أسيرا في بدر فالرسول أطلق سراحه لأنه كان فقيرا وقال بشرط أن لا أراك مرة أخرى لا تحارب معي ولا تعين الناس علي قال خلاص إن وجدتك أقتلك مرة أخرى ولنا معه كلام إن شاء الله بعد ذلك فخدعوه قال لا بس الآن سنقضي على محمد ولا تنسى محمد لا يستطيع أن يعمل شيء معك فخدعوه وغيرهم فهذا يعطينا درس الإعلام كما نسميه اليوم والكتاب والمفكرون أصحاب الأقلام يستطيعوا أن يعملوا أمورا كثيرة وهذا ما نفقده الدعاية عندنا مفقود الإعلام ضعيف الكتاب والمفكرون ضعفاء كثير من الناس يبيعون أقلامهم فنحن نحتاج إلى أشخاص عقلاء أصحاب الإيمان أصحاب الغيرة يستعملوا كل ما يستطيعوا أن يقدموه خدمة للدين وللقضية الإسلامية جروبا سي أبيكم ملت مكي آليكاري جوان خست نفسكار قلم بري شاعر عربة پر مشهور بون إيرو شعر وان ضعيف بري عربه کی باتا شعره کی بخوندا شعره کی واکنو انسان گرم دبوش بونه شعره یوت کارو سلام کی بکشه ها او قصاب ملت گرم تکرن يعني ادبیات اون قال لك بلیغ بون يعني شيء عجيب دگوتن جانا شعرات خوند المسلمان دگریان پیغمبر خود گریه قال لك جاره شعره او قصا خوش تخوینن يعني جدلو جان جاره کی مت خطبه کی دگو سلام کی هات شعره کی گو سرزارو کی وی کو بی ادب الهمبروی گو ده تماشا کر پیغمبر چقدر دگری یعنی دلی او قبه شوتی او قدر پیغمبر شوتی جبونه وی اختیار کوزارو کی به ادب به شعر آن زمان یعنی ور حاصل اوان انسان هانه و یک جوان شاعر کو قریشی گو تخزمت ما بکه متا آلیکاریت بکن ده حرب بدر ده اسیر کتبو دست مسلمانه فقیر بو پیغمبر بلاشی بردا بو جرا گو تو بنا استعفوت کم بیگو پرمتنه گو تام استعفوت کم تبردم لب شرطکی تجارة قادي الهمبر من خبر ندي تجارة قادي ملت عالم دا نشينت الهمبر من شتا خراب نكي تبكي استعفو ناكم يجي هاي تشتهبه يعني ويجي صوص دا پیغمبر شو لملت مكيب دورا يكتن وردا ويدا ويخافان حلال يكرن او جي خوشبير واكر يعني تجارة قلت نترسا وقام انا هرم
وقبل دم يقول محمد جيكن سري وجيكن بوكجن يدي جنات رسيدي تهليكاوي نما يعني ام خدمتها تتكنا مالي كاريات بكن والله اوجي دركات وشعراء جو عربا طوب كرن وملاتي طوب كرن جفياجي ام تفهمت كان ميديا ايرو شعر وقت انا ميديا انا تلفزيون وراديو انترنت رولك قال لك ما زند في حياته مدد ليزا يعني اما ام مسلمان هيجا نكتنا في فرقانه كو انترنت به نفسكار قزته هنا روزنامه چقاسا مهمن يعني قال لك جاران نفسكار دنفسين روزنامه دات قزته دا دولت سروبنود بنا دولت سروبنود باواد بها وسات اشتاد نفسين دولت انقلاب چت که انقلاب زانه يعني سري هفت گو هرين او قاسا کو بتشتكي تهليكه يعني اما ما خابن مسلمان ما جبي اريدم قال لك ضعيف نا نفسكار ما هنا نا انترنت ما هي نا تلفزيون ما ابي ما باش ما خراب قال لك يعني مع الاسف وانا تبلا ومصيبات ملت ما كي اليكاري جوانا تفا خست بو چد خوازنا من بدن و الملت جمراتوكم راد الملت غير ما بكرن الله ام هر شاركي بكن سر مسلمان هذا ابي تشتكي بر مهمه وتهليكه كبر مزنش. واخيرا استعانوا بالنساء اخذوا معهم النساء والسبب الاساسي نحن كالرجال اذا المراه تكون معنا ياتينا الغيره كيف اهرب معي هذا المراه يعني المراه اذا قالت للرجل اذا لم تحارب انا ساحارب تعال البسك ثوب النساء وانت اعطيني ثوب الرجال هذا مثل الموت للرجال فقالوا لبعض النساء تعالوا منهن هند زوجة أبو سفيان في هذه الوقت كانت رأس المصيبة والبلايا فبعد ذلك هداها الله إلى الإسلام فأخذوا بعض النساء حتى يستفزوا المسلمين وكذلك عفوا المشركين ويقولوا إذا إن تهربوا خلاص المسلمون سيتطاولوا علينا ويأخذونا فجنود مكة حماية وغيرة على النساء سيحاربون بشكل أقوى وأكثر فلذلك اصطحبنا معهن النساء لتقوية الجيش ملت مكة تشتكي ديجي كر شيطاني كبير وقت إيروج هي جناب خرابن الجن كان حبجن بوانا تشون عادتك إنسانة هي أمير بخوازن نخوازن اللي همبر جنا دمك جنا ملكي لك ما بأم بشكيد من ظلام عيبه لوك ام لبجنا ظلام عيبه جمره يعني واخلاقي قال لك ملته بشرف وهاي اخلاقي قال لك ملته بشرف بناموس خدوك جن نايل دستي كاسكي درجه جنوان به ابيا اخلاقك باكه يعني تشتكي قال لك محترمه واسلام اذا ما رجع بونه جنا خد تكشتن به شهيد جي يعني او قصه تشتكي مهمه ملته ما كان نفس المامون ولكن هناك اخلاقي وانا باش هبون غيرته وانا ابو سرجنه وان يعني بناموس بنو ساكنو بقى قال لك ملته بناموسك الدنيا دهنا جناب خرابرن قام جنابين جبون ظلام فدي بك نرافن و قابك تشتكي زعيفيكي جيبه ايجن جوارا بيجن هو الرافيان امبون اسير جاريه دست ايوان مسلمان هاندا اكي قبول كيكو جناي بجاريه كي قبول كيكو خوشكاي بجاريه باسير في شكل جروبه كي جناج قال خوانين و جناج وانا شعراوي تقول تشتاج وانا تقول اگر اون برابن و نظلام منه ظلام فقير قالوا جنكي بيت تشتي جرابيج مالا يخربوا يعني فديت كي رزيل برد عددا چخواره مرن جراد ها چتره جنه هانه جي اني بون ور حاصله كلام بوي شكل هانه ملت مكه خو حاضر كر بپرا حاضر کرن ملت دیگر خو انين ممدي اشخور علي كاري اني جناج اني جبونه ابي كو ضعيف ابو خازه برا او جنرفه وانا تبانين امي انا سي كلمه داوي بيجن هر حالته خلاص ان شاء الله بكل هذه الأمور بالنساء وبالمال وبالشعراء استطاعوا أن يجمعوا 3000 مقاتل جيش منظم قوي فاستعدوا للهجوم على المدينة تقريبا بفانت اشتتف ملت مكة ببرا نفساندن ومديا بيجن بفي شكل هاني بالجنا بدكاربون تقريبا 3000 انسان كوم بكن 3000 انسان چکدار ها چکدار سلاح وان اكا انا بنتغنگ وان خنجر وان تشت وان 3000 انسان كوم كرن و بري خودان علي مدينه ام بجم هاي مج مدينتنا وجه حفتاتي خدا عمر بدا من بحث يمكن ان شاء الله. الى الان تكلمنا من
من جهة المشركين استعدادهم، أسباب الاستعداد، وكيف استطاعوا أن يستعدوا. في الجمعة القادمة إذا بقينا على قيد الحياة إن شاء الله سنستمر من ناحية المسلمين، الاستعدادات في المدينة المنورة، كيفية الاستعداد وما حضر له النبي صلى الله عليه وسلم جماعته وأصحابه، وما كانوا يتوقعون وما حصل بينهم إن شاء الله. سنتكلم عن هذا في الجمعة القادمة إن شاء الله. رب العالمين صحة وعافية بدوات إن شاء الله. حفتاتي من سر دوام بكن بإذن خدا، حتى أنا ما بحث أي ما كيكر بلكي ما دريش كر، ولكن قرب أنا تفزانه من تشي لازم يعني شر چوا چيد بن، سببي چوا چيد بن، چه تأثير خود شر داد كر، تشاركي حربكي بدنا بدقة كده چينا بتف بلان جنا بروجه جرا هنا عقل جرا هنا قالك دولت هنا ظلام واني خاص هنا بلان حربي داتينن ظلام خاصن ناچن درواج رودنن بلان حربي داتين اما چاوا حربه كي دست بكن اما چاوا حربي خلاص كن. اجابانا براسي تشتي مهمن ايرو ما سبب مكه كشاركي مازن ايريش مدينه بك ما وان سبب ان اخوان حفتاتي ام نمرن ابي جهيدي دي بحثه عالی مدینه بکن که پیغمبر بی خبر چوا جراحات و به چه شکلی خو آماده کرد. شرکی پر گرانه مصیبت لکه پر مازن بو دما کروجا یادم بو قینجی براستی و نفهم بکن که ملت مکه تیرا خو حاضر کربو يعني تیرا خو حاضر کر و خدا عز وجل جی تقدیر و حکمت کویدی هبو بلا و مصیبت لسر مسلمان گران تربو يعني. الى ان نلتقي ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.